قلت لك ارجع. السلام عليكم شباب بنات، وياكم مميز عراقي، ورجعت لكم في فيديو جديد. اول شيء اريد اشكركم واحد لانه والله العظيم ما كنت في يوم متوقع انه انا اوصل لهيك عدد، ومو بس توقع، حتى تخيل ما اتخيل، لانه وشاجور الالعاب قطع النعال على راسه وما وصل مليونين. اشكر ما نخطب حد يطينا مره. فالمهم اشكركم من كل قلبي والله العظيم، والصراحه انا ما يهمني العدد انه اوصل مليون او مليونين او 3، بقد ما يهمني اكسب صداقتكم. المهم بهاي المناسبه راح ارد على اسئلتكم، واللي سالني وما طلع تعليقه اعتذر منك مقدما، لان تعليقات كلش هواي وما اقدر اخليهن كلهن بفيديو واحد. ونبدا بالسؤال الاول، ويقول: ألف مبروك تستاهل. السؤال: شنو كان هدفك واللي ببالك من سويت القناة؟ أول شي ربي يبارك بيك وأشكرك. وشنو كان ببالي من سويت القناة؟ الصراحة كان ببالي إنه الناس تعرفني باليوتيوب ويعرفوني بدون ما أطلع شكلي، شلون ما أدري، بس الحمد لله والشكر صارت وما أدري شلون. والسؤال يقول: إذا تتزوج هم تعوفني؟ صدق تحكين تشاقين؟ وليش أعوفكم؟ بالعكس جوز أصير نفس يانا ودانا، أخلف لي 50 طفل وأطلع بهم محتوى. لا الشقة وياك، بس من سابع المستحيلات إني أترك القناة بأي سبب كان. السؤال يقول: شنو مرتبط؟ شو وقت تتزوج؟ والله الصراحة حالي من حالك، كل شي ما أدري، لأن ماكو فكرة زواج براسي حاليا أصلا، وهم مرتبط لا. إيش هالداخت راس هاي؟ أحبك وتحبيني، والنوب يزعلون وينزلون ستوريات حزينة ويحكوا وياي اختنقت وما أدري شنو، والنوب هم يرجعون يصالحون. شلون دورة حياة الحشرة ما أدري اليرقة، نفس الوضعية. السؤال يقول: هو شو وقت تغير الصورة اللي مخليها؟ لأن كلش قديمة. والله خاف أغيرها والوادي متيه، لأن اكو هيش نوعية من الناس يعرفون القناة على الصورة. والصراحة يعني الصورة مو بس قديمة، حمضت، وهي طشت بال 2020 ما ادري 21، بس ان شاء الله عن قريب اغيرها. وسؤال من زهراء: اذا طلبت منك نصيحة ايش راح تقدم لي من نصيحة؟ والله يا زهراء نصيحتي الك ولكل البنات ان تبتعدون عن علاقات الانترنت ولا يغركم اي شخص، لان اغلب الشباب هسه يتفننون بهيك سوالف ويضحكون على اللي ما تنضحك عليها. ولا تغركم هيك اشياء، تشوفون بنيه داخله علاقة ومرتاحة ومتونسة، كلها كلاوات بكلاوات، ونهاية هاي العلاقات لو ابتزاز لو استغلال، فلا تفكرون بهيك سوالف. والسؤال يقول: هم مفكر تغير محتواك؟ اكيد طبعا، بس هاي ترجع وراكم، وانا مفكر يعني اغير محتواي للانتقاد على هاي المشاهير اللي جاي تطلع مدري منين، الام تخلف وذبهم بالمواقع. فاذا تحبون هيك محتوى انزل، وكذلك مواضيع ويا المتابعين، شلون الفيديو الرسم اللي نزلناه قبل 8 شهور مدري ايش قد. فالمهم انتم اعطونا ارائكم بعد. والسؤال يقول: شنو السبب اللي يخليك ترد علي انا وليش انت حباب؟ بالله هاي اذا تشوفني حباب هاي نعمه. وشنو السبب اللي يخليني ارد؟ يعني الشخص فوق ما معلق ويسالني او يسال علي، شنو السبب اللي يخليني ما ارد؟ وبالعكس يعني افرح وكيف من اشوف شخص يقول لي رد علي او يسالني، وهسه منو انا على اساس فت شخصيه مهمه. والسؤال يقول: شنو رأيك بسنة 2024 وشنو اللي حققته بهاي السنة وفخور به؟ والله الصراحة سنة 2024 كرهتها كره مو طبيعي، وأسوأ سنة مرت علي في حياتي هي هاي السنة، فما حاجة أذكر الأسباب. زائد تكمل السؤال: قدم لنا نصيحة تمنيت أحد نصحك بيها. والله الصراحة أنا النصيحة اللي يعطوني إياها شو تنقلب ضدي، فأخاف أعطيكم نصيحة وتتورطون بيها. ووصلنا لنهاية الفيديو، آسف إذا ما رديت على الأسئلة الباقية، بس الفيديو يصير طويل، وإذا صار طويل يصير ممل، وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية أرد على كل الأسئلة، وأنتم بعد اعطونا آراءكم وأفكاركم إذا تردون نسوي هيك فيديوهات. وباي باي وأشوفكم بخير. تكمل فرحة بيامه، غديريون حسينيون قوية وبيها نهتم، غديرنا كعاشوراء مثل خدمة محرم، غديرنا كعاشوراء.